السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويرضى عليكم الأيام بخير يا رب، وإن شاء الله بإذن الله رمضان كريم. ربنا يتقبل منا الصيام والقيام يا رب إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد، أول يوم في نواعم العيد. هنعمل إن شاء الله الكحك. أنا معايا هنا كيلو دقيق، دقيق كل الاستخدامات، أو دقيق الكوثر أو دقيق الضحى. انا جبت هنا دقيق الكوثر ده كان متوفر. معايا سمسم، ومعايا ريحة الكحك، ومعايا كوباية لبن على مية، وربع كوباية مية علشان الخميرة. ومعايا ريحة الموز، دي طبعا بتخلي ريحة الكحك في حتة تانية خالص. ومعايا ربع معلقة ملح، ومعايا معلقتين كبار سكر بودرة. تمام. ومعايا هنا معلقة برضو محلب مطحون. خلاص. هنبدأ ان شاء الله بإذن الله. اول حاجة هنعملها نختبر الخميرة. لو انت مش واثقة في الخميرة بتاعتك اختبريها. ربع كوباية مية دافية مع معلقتين سكر خشن، ومعاهم ناخد بالنا بقى من المقادير كويس. معايا دلوقتي معلقة مش مليانة قوي، صغيرة، خميرة فورية، وشوية صغيرين كده على حرف المعلقة تاني. وهقلبهم كده مع بعض، وحركينهم على جنب لحد ما الخميره تنشط وتتفاعل. ولازم معلقتين السكر، عشان طبعا احنا عارفين ان السكر بيخلي الخميره تتفاعل بسرعه. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، ان احنا ننخل الدقيق ايا كان. برضو لو كان الدقيق سايب او اكياس او حاجه، انا بحب برضو انخل الدقيق يخش هوا كده ويبقى هش وخفيف جدا. خلاص. الدقيق كده انا هنخله كويس بمنخل بقى بمصفى سلك. المهم ان انت تنخليه كويس. وهنبدأ مع بعض بقى نحط ايه كل المواد الجافة، زي السكر البودرة، معلقتين كبار كده، معلقتين كبار سكر بودرة. مكتريش في السكر البودرة عشان ما يحرقش الكحك. ومعايا هنا 3 معالق من السمسم المحمص. انا محمصاه كده في البيت، جايبه ابيض وحمصته على البوتاجاز. ومعايا معلقه ريحه الكحك، ما تكتريش منها طبعا، لو هي غامقه ما تكتريش منها عشان بتغمق العجينه. ومعايا نص معلقه محلب مطحون، بيدي ريحه حلوه برضو جدا للكحك. ربع معلقه ملح السنه زي ما احنا عارفين. وهنقلب كل المكونات دهيت كلها مع بعض. وطبعا ما ننساش ريحه الموز. ريحه الموز بتخلي الكحك ريحته حلوه جدا جدا جدا، يعني لابعد الحدود. هحط طبعا مش كتير، لان دوت القصانص دوت مكثف. هحط بس ايه حوالي يعني ربع معلقه، يعني نقطتين 3 كده، ما تكتريش منه. وهاخد نص معلقه بيكنج باودر، ما تكتريش برضو، عشان خاطر رسمه الكحكايه ما تروحش منك وتسيح وهو بيستوي. ما نكترش البيكنج باودر. وهقلب كله في قلب بعضه كده، خلي كل دقيق يمتزج مع المواد الجافه كلها. تمام. احط بس شويه ريحه الكحك كده، بحبها بصراحه، وهي مش غامقه قوي ان شاء الله، مش هتغمق العجين. انا معايا هنا السمنه بتاعتي 600 جرام. في تحطي 500 جرام، 550 جرام لو عايزه، بس انا حبيته يكون 600 جرام. انا السمنه من العلبه على طول، لكن انا بس فككتها على البوتاجاز بحيث ان انت تقدري تحطي ايديكي فيها، يعني زي يعني ايه دمعه العين كده زي ما بيقولوا. انا ما يعتبرش سخنتها، انا عامله الكحك ده على البارد يا جماعه، مش على السخن. لكن فككت بس السمنه كده على شمه النار بس، او حتى انا حاطه ايدي فيها مفيش اي مشكله خالص. اهم مرحله بقى في الموضوع كله، ان احنا نبس العجين كويس جدا 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 جدا. وحطي تحتيه جدا دي 5000 خط. مرحله بس العجينه بتاعه الكحك هي بتخليه مورق من جوه، هش من جوه، خفيف، الكحكايه ناعمه دايبه. ده الفضل ليها بس العجينه على ايديكي. انا هنا دلوقتي هتوه بس كده الدقيق في قلب السمنه. خلاص. وهبدا بقى ان انا اقعد يعني على الاقل ربع ساعه تبسي العجينه على ايدك، زي ما انا على كف ايدك كده، تفردي ايديكي كده وتبسي في العجين. تجيبي بقى كرسي وتقعدي كده وتحطيه قدامك، وتقعدي ربع ساعه 10 دقايق يعني، اقل حاجه، ان انت تدعكي تبسي الكحك ده كويس جدا. بصوا بقى عامل ازاي، العجينه طريه وناعمه جدا جدا. هنا الخميره بتاعتي خلاص فارت واتفعلت، والحمد لله نتيجتها كويسه. الخميره مش مركونه، يعني مدة ريحتها جديده. هبدا بقى ان انا مش هعجن خالص، انا مش هلت العجين، انا بس ايه هدخل كله في قلب بعضه. انا معايا هنا كوبايه الا حاجه بسيطه كده، ميه على لبن. ميه على لبن يا جماعه، لا تعملي بلبن خالص ولا ميه خالص. ميه على لبن بيدي نتيجه حلوه جدا جدا ان شاء الله باذن الله.
لو وصلتي لحد هنا وما حطيتليش لايك، حطي لايك للفيديو علشان خاطر تشجعيني، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل نواعم العيد ان شاء الله باذن الله. احلى كومنت منكم واحلى لايك منكم بمناسبة عيد الفطر. ربنا يا رب يعيد علينا الايام بخير يا رب ان شاء الله. انا هنا مش بعجن خالص، انا بدخل بس كل السوائل اللي هحطها للعجينه انا بدخلها في قلب بعضها، بس زي ما بتقولي ايه يعني بتقولي بالبلدي كده بقرصها، بقرص بس كده العجينه، مش بعجنها ولا بلتها ولا بديها كده ايه بوكس كده ولا حاجه، لا ابدا. انا مجرد ان انا بس بدخل السوائل وادخل والم كله في قلب بعضه، بلم كده بس. ماشي زي ما انتوا شايفين كده، نضف الطبق بتاعي من العجين كده وخلي، والعجينه سايبه الطبق طبعا زي ما احنا شايفين. انا كده ايه بلمها بقرصها بس كده، بدخلها في قلب بعضها لكن مش بلتها خالص. دايما عجينه الكحك يا جماعه ما بتتعجنش ما بتتلتش، ما بديهاش كده ايه بايديا كده واقعد اعجن فيها، لا ابدا. انا مجرد بس ان انا بدخل السوائل. هنختبر دلوقتي العجينه لو شققت معاكي متاسفه، لو شققت معاكي انا كده كملت بقيه الكوبايه، يبقى هي عايزه ايه شويه سوائل صغيرين. وهلم برضو العجينه تاني وهختبرها تاني، هشوف لو كانت شققت او ان هي بتعمل فتحات كده من الجناب، يبقى عايزه ايه معلقه ميه. خلاص اهو زي ما انت شايفه كده، هلم كده العجينه في قلب بعضها، شربتها كل السوائل، وهبدا برضو ايه اختبرها تاني. ناخد كده حته على ايدينا كده وندعكها في ايدينا كده، لازم ندمجها كده في ايدينا كده اهوت، نطري العجينه بين ايديكي عشان تديكي نقشه حلوه ان شاء الله. وهنا اهوت ايه خدت حته تانية برضو دعكتها كده بين ايديا، لقيت ان لسه في حته بس كده، مجرد لسه فيها شقه بسيطه، هجيب بس معلقه ميه واحده بس، معلقه واحده بس ابصوا واحطها عليها. ونلم العجينه كده في قلب بعضيها من تحت لفوق كده بس كده. بصوا انا فارده ايدي، مش بلتها، انا بس بدخل كل المكونات في قلب بعضها. ادي اخر حاجه بقى ان احنا هنجرب العجينه تاني ان شاء الله باذن الله، مش هتشقق مني كده، تمام زي الفل وزي العسل، والعجينه زي الملبن تحت ايدي، جميله جميله جميله. شوفيها دلوقتي ان شاء الله باذن الله. ادي بالبصامه اهي، جميله جدا بالبصامه، بس انا على فكره مش بحب البصامه الكحك، يعني ننقش بالمنقاش. انا مش بعترف بالبصامه دي الا لو كنت مستعجله بقى والكميه عندك كتير، استعملي البصامه. اهو نجرب واحده تانية كده بقى بالمنقاش، ماشي فيها زي الحلاوه اهو، بص زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا، جميله جدا. بصوا العجينه ملبن تحت ايدي ملبن، بس للاسف ان الاضاءه مش مبينه النقشه قوي. نبدا بقى كده ايه نلمها كده في قلب بعضها كده ونغطيها. انا على فكره يا جماعه بوزن الكحك، بحب الكحكايه تبقى كلها قد بعضيها. انا سبتها تستريح بس لحد لما اعمل الملبن بتاعنا. ركنت العجينه وغطيتها 5 أو 10 دقايق بالكتير. قطعت هنا الملبن مع معلقتين سمنه مع شويه سمسم متحمص زي ما احنا عارفين، ونقطتين كده ايه روح الموز، بيخلي ريحته حلوه جدا. والملبن طبعا شايفينه طازه وجميل جدا ومش محتاج، بس انا ايه حطيت بس ايه نزود النكهه بتاعته، واحط شويه سمسم كده حلوين. وهبدا بقى ان انا ايه اقلب ال ما شاء الله شويه عين جمل، يلا بالمره كده اهو. ادي عين جمل اهوت، كسره بس كده ان عايزاه مجروش كده، مش عايزاه ناعم قوي عشان يبقى باين في الكحكايه. وهجيب بقى المعلقه كده وابدا ايه افتح كده الملبن كده في قلب بعضه. والاخر بقى انا عجنتها بايديا بصراحه، والاخر اهو تحط شويه المكسرات ودخلها في قلب بعضيها كده، نلم كده الملبن. وادي العجينه اهيت، انا هعملها على وزن 22 جرام.
كل قطعة، كل كحكاية تبقى قد التانية. 22 جرام. قطعت شوية كده وهقعد بقى ايه ننقشهم مع بعض. تمام. وهنا برضو ايه انا ظبطت الملبن على زي البليه كده، يعني تقطعي كل حته ملبن كده وتكوريها في ايديكي قد البليه كده، بحيث ان هي ما تبقاش تخينه قوي وتطلع من العجينه وتتحرق منك في الفرن. خليها صغيره شويه على قد الكحكايه اهو. بصي لمي عليها كده، اقفلي عليها العجين كويس، بحيث ان هي لما تخش الفرن مع درجه الحراره الكحكايه ما تفتحش منك ويطلع الملبن ويتحرق منك ويلزق في الصاج. خلاص نبدأ كده ننقش كده مع بعض كام واحدة، وبعدين انا هقعد انا ايه اعمل انقشهم بقى كده مع نفسي عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. بس بصوا بقى جمال الكحك بقى، بصوا بقى ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده فعلا فعلا فخر من الاخر. جميلة العجينة بسم الله ما شاء الله، زي اللوز كده، زي بصوا عاملة زي ملبن في ايدي. جميلة جميلة جميلة. اتمنى يا رب ان انتوا تعملوا الكحك بطريقتي، وان شاء الله تبقى احلى طريقه عملتوا بيها الكحك ان شاء الله ان شاء الله، وهيعجبكم جدا جدا جدا. لايك بقى للفيديو وكومنت حلو منكم كده واشتراك في القناه. تمام. انا هنا بصوا النقشه ما شاء الله مش طالعه في المنقاش ولا حاجه، حاجه كده زي العسل، عسل فعلا والله، والله حاجه عسل فعلا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. لا بصراحه عجبني جدا، العجينه عجباني ومخدومه حلوه كده ومتظبطه. تمام. هنعمل واحده كده كمان معاكم، والاخر بقى ايه اقعد انا ايه اعملهم بقى كده، عشان انا بحب انقش بالمنقاش، فالمنقاش بياخد وقت شويه. انا بصراحه البصمه مش عاجباني، فانا هلغيها وهعمل ايه كله بالمنقاش عشان يبقى ايه صراحه مع بعض كده. خلاص. هو الكحك يعني ننقش بالمنقاش، هو يعني كل سنه العيد بيجي مره واحده، فننقش بقى كده ونعمل احلى شغل. تمام. بصوا العجينه، بصوا الكحكايه عامله ازاي، حكايه ايه جميله جميله جميله. اوريكم كده اقربها من الكاميرا. بصوا بصوا النقشه عامله ازاي، حاجه كده روعه. انا كده الكيلو عمل معايا صاجين وشويه وكام واحده كده في الطبق، هم تعمل الكيلو الواحد عمل الصاجين دول بسم الله ما شاء الله. تمام. هبدأ ادخله بقى على فرن 180 درجة، تكوني مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق. ما تحطيش الكحك في فرن بارد، لازم تكوني مشغلة الفرن الاول قبليها ب10 دقايق، وتدخلي السجان الفرن وتحطيها في الرف اللي في النص، وما تشغليش الشواية. هو هياخد معاكي 25 دقيقة ل 30 دقيقة بالكتير جدا. بس لو الفرن بتاعك مش حامي قوي بقى، لو لقيتي ان الكحكايه من تحت احمرت، شغلي الشوايه على نار هاديه جدا، ياخد وش بس كده من فوق وردي كده ذهبي كده، ما تكتريش عليه، لان طبعا الشوايه احنا عارفين ان هي ايه بسرعه بتحرق الحاجه. اهو انا الكحك بتاعي طلع اهوت، بس الحقيقه الكاميرا هي مش موضحه قوي. بصوا الكحك زي ما حطيناه وهو ني، زي ما طلعناه وهو مستوي، لا فرش ولا لزق في بعضه. بصوا الكحكايه الله اكبر بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه كده وقولوا بسم الله ما شاء الله على جمال الكحك. بصوا الكحكايه عامله ازاي، بصوا بصوا عينيكم الجميله هتشوفها جميله ازاي. بصوا بصوا الكحكايه الظهر بتاعها وردي كده وذهبي كده جميل، والوش بتاعها رايق وذهبي كده في منتهى الجمال. جميل جميل، والسوا مظبوط وما فرش وما لزقش في بعضه. اوريكم بقى كده كحكايه كده، اوريكم الجمال والحلاوه. بصوا بصوا بصباع واحد بس، بصوا الكحكايه عامله ازاي، مش مستحمله. جميله جميله جميله. بصوا كحكايه، ولا الملبن بقى ناشف جوه ولا محروق ولا خارج من الكحكايه ولا حاجه خالص. بصوا الكحكايه بتسيب من بعضيها اصلا. بصوا عامله ازاي، بصوا الكحكايه دايبه 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 دايبه. اتمنى يا رب ان انتوا تعملوها بطريقتي، واتمنى ان الفيديو يعجبكم وما كنتش بطولش عليكم ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي تجربوا الكحك بطريقتي وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويبلغكم العيد كده وانتم بصحه وسعاده، وتعملوا لاولادكم كده وتبقوا ايه في سعاده وهنا العمر كله يا رب. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. وبصوا الكحك عامل ازاي، انا بصراحه جميل، عجبني بصراحه، عجبني قوي قوي قوي. وكل سنه وانتم طيبين، ولايك للفيديو، واقول لكم ايه السلام عليكم ورحمه الله، والى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.